يا جماعه احنا متجمعين النهارده عشان نتكلم في مشكله كلاب الشوارع. طبعا زي ما انتم عارفين كلاب الشوارع بقالها فتره طويله جدا بتشتكي من الاوفر بوبيوليشن وبقت منتشره باعداد كبيره جدا. احنا طبعا بنعمل اللي نقدر عليه هنا وبنساعدهم ونعالجهم، لكن للاسف الاماكن مش كفايه. الاماكن مش كفايه، الاماكن مش كفايه. سقفوا يا جماعه، سقفوا بقى. الاماكن مش كفايه طبعا. عشان كده انا شايفه ان الحل الوحيد هو تعقيم الكلاب. صح، انا مع الاستاذه في كل اللي بتقوله، معاها في كل كلمه. بعد اذنك يا استاذه، انا حقيقي شايف ان الحل الوحيد هو تعقيم الكلاب. يعني لو كل واحد فينا ينزل محمي كلبه عن طريق الديتول مثلا او الكلور، او لو كلبك ابيض ممكن تضيف زهره وما تغسلوش مع حاجه ملونه. ولو كل ده مش موجود، انت ممكن بفوطه زفره ترجع كلبك فابريكا. يا استاذ حضرتك فاهم تعقيم الكلاب غلط. امال هو ايه؟ اي يا ولاد الكلب، ليه كده؟ ده اذى. هو ده الحل الوحيد. حل ايه بس؟ ده الكلب ده صديق الانسان. ينفع تعملي في صديقك كده؟ ده احسن له صدقني. احسن له ايه؟ يعني بهجت مثلا صديقي من 25 سنه. بهجت، انا عمري فكرت اعقمك ولا فاتحني في الموضوع اصلا. على فكرة أنا شايفة إن التعقيم ما يقفش عند الكلاب وبس، أنا شايفة إن كل الرجالة الخاينة هم كمان لازم يتعقموا. ليه؟ ليه ما تتطلقي وتحاشيهم من الأول خالص؟ وأنت جوزك لازم يخونك على فكرة. لو سمحت خلينا في موضوعنا. يعني مثلا امبارح عقمنا سلطان. سلطان مين اللي عقمتوه؟ دي كدابة، اوعى تصدقوها، أنا زي الفل ومستعد أثبت لكم. سلطان الكلب. ما تحترمي نفسك بقى، أنا مستحملك من الصبح. الكلب ده اسمه سلطان. الكلب ده اسمه سلطان؟ أيوه. عقمتوه؟ أيوه. أتاريه مكسور، ربنا ينتقم منكم يا رب. سلطان عايزك. بعد إذنك بس ثانية، ما تقولوش حاجة وأنا مش موجود. ها؟ فدلوقتي هو ده الحل الوحيد، إن إحنا نعقم الكلاب. عايز إيه يا بهجت؟ عايز إيه؟ بقول لك ايه، هات عربيتك، عندي كشف مستعجل ولازم اروح العياده دلوقتي حالا. طب أنا أروح إزاي؟ يا سلطان ما تطلع على الشارع بره، في المواصلات بتعدي كل 3 دقايق. طب ما تروح أنت بمواصلة. مش هينفع يا سلطان يا ابني، الحته مقطوعه جدا بره، مفيش حاجه بتعدي من هنا. عندك حق. امسك. يلا تسلم. طب بقول لك إيه؟ أنا هروح إزاي؟ يا سلطان ما تطلع على الطريق بره، المواصلات بتعدي كل 3 دقايق، هو انت صغير؟ الله.